في هذه القضية غلام فاسد ينتهز فرصة الاختطاف إحدى الشنط النسائية. يرتكب الغلام الجريمة بسرعة ويظن أنه بمعزل عن الرقابة، لكن عين الله لا تنام، ثم عين الأمن الخفية بالمرصاد. وفي قضية أخرى رجل فاسد يتلفت حوله يخطط لنشل هذا البريء النائم، وبعد طول انتظار وترقب ينفذ المجرم جريمته ويغادر المكان، لكنه سرعان ما يسقط في قبضة رجال الأمن. وفي قضية أخرى يتسلل هذا الصبي الفاسد ليجد بغيته في هذه الشنطة بعد إهمال صاحبها، ليستولي على ما فيها من ممتلكات، ولكن بحمد الله سرعان ما يقبض على هذا النشال. وأمام هذه الحالات المؤسفة فإن مما يخفف المصاب أن هذه الحالات شاذة نسبة إلى الأعداد الغفيرة التي تؤم هذا البيت طيلة